بعد ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن التأتأة أو التلعثم، واتكلمنا عن النظريات المفسرة لظهور التأتأة، يعني التأتأة بتظهر منين. لو ما كنتش شفت الحلقة دي استأذنك تشوفها وتيجي النهاردة نتكلم عن الجزء الخاص بطرق علاج التأتأة أو التلعثم. النهاردة هنسرد طرق كتيرة جدا للتأتأة أو التلعثم. استأذنك كده تبدأ تكمل معايا الفيديو للآخر وتشوف الفيديو بتفاصيله عشان هنتكلم عن كل طريقة من طرق علاج التأتأة. في نظريات كتيرة جدا اشتغلت على علاج التأتأة أو التلعثم، من النظريات البدائية خالص إلى النظريات المعقدة واللي فيها تفاصيل وأشبه بالمعادلات اللي من خلالها بيبدأ المتخصص إنه يبدأ يأهل الشخص اللي عنده تأتأة أو تلعثم. وفي نظريات أو في طرق علاجية مرتبطة بنوع التأتأة والشكل المسبب ليها. يعني في طرق تنفع مع حالات معينة وفي طرق ما تنفعش مع حالات معينة. فبالتالي مهم جدا ان نبقى عارفين الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها مع الحاله، ونبقى عارفين هل الطريقه دي مناسبه ليا كحاله، او مناسبه انا لو انا اخصائي مناسبه للحاله اللي انا بشتغل معاها، ولا اي طريقه تنفع مع اي طريقه. ده اللي هنعرفه بالتفصيل دلوقتي. اول طريقه معانا وهي الطريقه الاشهر والابسط والاقل تعقيدا، وهي العلاج بالعقاقير او بالادويه. يعني بعض انواع التأتأة بتبقى مرتبطة بالقلق وبالتوتر وبالاكتئاب وبالمشاكل النفسية والذهنية، واحيانا بيكون العلاج ببساطة هو التدخل الطبي او العلاج بالعقاقير او بالادوية. يعني مجرد ادوية الشخص بيبدأ ياخدها تبدأ تقلل من مستوى القلق، والطبيب بيبدأ مرحلة العلاج او العقاقير، سواء بقى ان هو بيدي بعض المهدئات، بعض الادوية اللي بتقلل من فكرة التوتر والقلق، ولو في اكتئاب كل ده بيقل. والعلاج ده لحالات التأتأة مرتبط بالمشاكل النفسية والعصبية والذهنية أكتر. يعني مرتبط بالمشاكل الطبية الواضحة اللي بيكون واضح إن في سبب واضح عصبي أو سبب نفسي محتاج تدخل طبي ودوائي. ساعتها العقاقير الطبية بتكون مناسبة جدا للنوع ده. في نوع آخر من أنواع العلاجات المرتبطة بنوع قديم شوية من الطرق، بيسموها طريقة الاقتفاء أو التقليد أو الشادو. ببساطة الطريقة هي ان الشخص القائم بالتأهيل او الشخص المعالج بيكون اشبه بالظل. الشخص المتتأتأ او اللي عنده تأتأة بيبدأ يقلد الشخص في طريقة كلامه. يعني كل كلمة بيكون فاصل ما بينها وما بين الشخص اللي بيتكلم فاصل زمني مثلا اقل من ثانية. يعني مسافة ما بيقول الكلمة التاني بيقولها وراه. يعني كأنه بيعمل نمذجة او محاكاة لطريقة كلام الشخص اللي بيتكلم بشكل كويس، عشان التأتأة تبدأ تقل عند الشخص اللي عنده تأتأة. طيب هل الطريقة دي بتنفع بشكل عام؟ هي تنفع ممكن بشكل مؤقت، لكن هل الشخص اللي عنده تأتأة هيبقى ماشي طول حياته بالشخص المعالج ماشي وراه ويبدأ يعمل نفس الطريقة طول العمر؟ لا. يبقى بالتالي الطريقة دي ممكن تبقى طريقة مساعدة او نحطها من ضمن طرق التأهيل كوسيلة مساعدة او كطريقة لتقليل التأتأة، لكن ما نقدرش نحطها طريقة ثابتة الشخص يبدأ يكمل بيها حياته. الطريقة الثالثة اللي معانا هي طريقة التحكم في النفس او في التنفس. هل هنا انا اقصد انك تتعلم طريقة معينة انك تتنفس مثلا زي طريقة سميث، او مثلا الطريقة بتاعت العطيفي انك توظف النفس؟ لا. هنا الطريقة دي كانت قديمة شوية، انك كل مرة تيجي تتكلم انك لما تيجي تتكلم وتحس انك هتقف او يحصل مشكلة تقف وتاخد نفس وترجع تكمل. بس هي كانت كده مش اكتر. يعني ببساطة الفكرة انك توظف النفس ما كانش موجود. فكرة انك تستخدم النفس بشكل كويس او تدرب نفسك انه يبقى متوظف في طريقة معينة عشان تقدر تستخدمها في كلمات وجمل كبيرة. الطريقة الرابعة وهي العلاج النفسي او العلاج بالتأهيل من خلال الجلسات الثيرابي او الجلسات العلاجية النفسية. يعني تبدأ تتوجه لمتخصص نفسي اذا كانت المشكلة نفسية. يعني ما تروحش لاخصائي نفسي او لطبيب نفسي وتبدا تعالج المشكله من خلال الجلسات وانت اصلا السبب الاساسي بتاعك مش هو سبب نفسي. طيب هل الطريقه دي تنفع مع كل الحالات؟ لا، للاسف تنفع مع الحالات الكبيره اكتر واللي بيكون سببها واضح، سبب نفسي. يعني ما ينفعش الاطفال من سن كده 5 سنين، الاطفال من 5 سنين وانت تحت تبقى صعب الموضوع عليها. يعني تنفع من بعد 8 سنين كده وانت طالع لحد الاشخاص الكبار اللي يكون عندهم تأتأة وبيكون سببها واضح، سبب نفسي. ساعتها الجلسات النفسية او الجلسات اللي بطرق العلاج النفسي بتبقى مناسبة
ولكن بتاخد وقت طويل. الطريقه الخامسه اللي معانا هي طريقه العلاج بالمترونوم، او المترونوم ده عباره عن ايه؟ عن حاجه ايقاعيه او العلاج الايقاعي. هو ببساطه لو اعتبرنا هو المترونوم ده منه دلوقتي تطبيقات على الموبايل تقدر تنزله ويعمل لك نفس الاداء او نفس الصوت اللي بيعمله نفس الجهاز. هو عباره عن اداه بتعمل صوت برتم او باوقات معينه زي كده، وممكن اسرع شويه وممكن ابطأ. الفكرة في السرعة وفي الحركة او الشكل اللي بيحصل مع سرعة الخبطة او الايقاع اللي بيحصل. المفروض ان الكلمة مع كل ايقاع بيحصل او كل صوت بيخرج الشخص بيبدأ يقول كلمة. يعني ببساطة بتنظم عملية اخراج الكلمات. الكلام الايقاعي من الطف ومن احسن الطرق، واللي دايما انا بحب ادخلها وبتبقى لطيفة جدا والاطفال بتحبها، وكأنك بتنغم الكلام. زي فكرة كده الاناشيد، زي فكرة الالحان الموسيقية، زي فكرة الطبقات او المقامات الموسيقية. لو انت وظفتها معاك في عملية الكلام بتخلي الكلام منغم طالع سلس، النفس منظم، لانك بتعود الشخص زي ما انا بقطع دلوقتي مثلا، زي ما بتعود الشخص انه يطلع الكلام في كل مرة بشكل سلاسة او في سلاسة، في تقطيعات مظبوطة، في نفس مظبوط، ما بيخليش الشخص يكون متوتر لان هو مرتبط بايقاع معين. الطريقة السادسة معانا من اقدم الطرق، بيسموها قناع الضوضاء، وليها اسم حديث شوية دلوقتي ممكن نسميها اضافة الضوضاء او تشتيت الضوضاء او ادخال صوت مختلف على المسامع بتاعت الشخص المتتأتئ. الطريقة ببساطة سهلة جدا، ولكن برضو ممكن استخدمها كطريقة مساعدة لكن ما تبقاش اساسية، لان هي احيانا بيبقى ليها مساوئ على المدى البعيد او ما بتجيبش النتيجة المرجوة، لان الشخص بقى مرتبط ارتباط بيها ما يقدرش يستغنى عنها. الفكرة ببساطة انك بتحط صوت او ضوضاء عشان تشتت الشخص شوية عن سماع نفسه وهو بيتأتأ، لأن كل شخص لما بيسمع نفسه وهو بيتأتأ بيزود او بتزيد التأتأة عنده. ففكرة ان انا افصل سماعه انه بيغلط عن طريقته او عن كلامه ده بيقلل خالص فرصة انه يتأتأ. يعني ممكن زمان كانوا بيستخدموا القناع، والقناع ده بيطلع اصوات او بيكتم الصوت خالص بيخلي الشخص ما يسمعش نفسه. دلوقتي ممكن نستخدم سماعات زي الايربودز، زي السماعات الهاند فري العادية. الشخص ممكن نشغل له موسيقى هادية، ممكن نشغل له وايت نويز او موسيقى او ضوضاء، يعني زي صوت الغسالة كده، زي الاصوات اللي فيها بتعمل كده هدوء للاعصاب وبتخلي الشخص مرتب اكتر. ولكن الطريقة دي على المدى البعيد ممكن تسبب يعني مشاكل للسمع، ممكن تسبب مشاكل للاذن، ممكن تسبب صداع، ممكن تسبب للشخص ازمة او احساس ان هو عنده ارتباط بالسماعة ما يقدرش يعيش من غيرها، ودي مشكلة. بعد فترة ممكن الشخص يبقى عنده اعتماد كلي وكامل على الجهاز ومبقاش قادر ان هو نايم صاحي، كل حياته بقت بيه. فبالتالي دي حاجة مش حلوة خالص، لان احنا عايزين الشخص يستغنى عن اي معين على المدى البعيد. لازم لو احنا استخدمنا الطريقة دي لازم بعد فترة نبدأ نقللها ونخلي الشخص يستغنى عنها، ما تبقاش مرتبطة ارتباط وثيق بينه وبين حياته. الطريقة الأخيرة معانا النهاردة هي طريقة فان رايبر. الطريقة ببساطة بتتكون من 6 حاجات. ال6 حاجات دول بنعملهم تباعا مع الشخص المتتأتئ أو المتلعثم عشان في النهاية يوصل لمرحلة كاملة من الاستقرار. أول حاجة التشجيع، تاني حاجة التعرف على المرض أو على المشكلة القائمة عند الشخص المتتأتئ، ثالث حاجة إضعاف الحساسية تجاه المرض أو تجاه التأتأة للشخص، رابع حاجة التغيير، وخامس حاجة التقريب، وسادس حاجة الاستقرار. يعني ال6 حاجات دول هناخدهم بالتفصيل الحلقة الجاية. قولوا في التعليقات ان انتم مستنيين الحلقة، لو حد مهتم يعني كمل السلسلة مع بعض. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة، واستنوا السلسلة ان شاء الله مع بعض مكملين، واللي مكمل من الحلقة اللي فاتت يقول لي ان شاء الله مكملين. اشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم احمد جمال، سلام.